ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين والحمد لله خلصنا امتحانات، والنهاردة هنوريكم روتين يومنا كله في الأجازة. هناخدكم معانا من اول اليوم لاخره، فيلا بينا. صباح الخير. أول حاجة صحينا من النوم ورتبنا السراير بتاعتنا، ودي كده كانت الأجواء الصباحية والشمس. وبعدين صلينا وقرينا صفحة من القرآن، وحاولوا تنتظموا على العادة دي كل يوم ان انتوا تقرأوا ولو حتى صفحة واحدة بس. وبعدين بقى فتحنا الشباك علشان النور كده يدخل للأوضة ونحس كده ان أجواء الصباحية. واول حاجه هنعملها طبعا ان احنا هنفطر. فاول حاجه حمصت توست وحطيت عليه جبنه شيدر، اي نوع جبنه ممكن تحطوه عادي، بس انا بحب طعم دي، وغطيت عليها شويه عشان تسيح. وبعد كده جبت رغيف تاني بس ما حمصتوش من جوه عشان بحس ان هو يبقى طريقه هيبقى ألذ، وحطيت عليه مايونيز. بعد كده حطيت تركي او اللي هو الرومي المدخن، او ممكن تحطوا نوع اي لحوم بتحبوها، وطماطم، وقفلت الساندوتش على كده. وممكن كمان لو حطيته خس او جرجير بجد بيبقى حلو قوي، او اي نوع ورقيات عامه. وعملنا منه 2 علشان نفطر، وده الساندوتش المفضل بالنسبه لي انه هيبقى الفتره دي. وقطعناه كده علشان يكون اسهل في الاكل، وده كده شكله من جوه. واحنا قدمنا معاه زيتون علشان احنا بنحب الزيتون معاه، ممكن برضو تاكلوا معاه خيار او اي نوع مخلل انتوا بتحبوه. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا 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 وحشتونا. اول حاجه كل سنه وانتم طيبين بمناسبه اجازه نص السنه، ان شاء الله يا رب خلاص يعني نستريح كده فيها وناخد هدنه من الترم الصعب قوي قوي اللي احنا كنا فيه ده. صراحه ده من اصعب الترمات اللي عدت علينا في حياتنا، بس الحمد لله عدى على خير. وقبل النتيجه على فكره لسه ما طلعتش، احنا لسه ما نعرفش احنا عملنا ايه، بس الحمد لله ان احنا خلصنا وهنستريح شويه. ما تشغلوش بالكم دلوقتي بالنتيجه، المهم ان احنا نعمل حاجه احنا بنحبها في الاجازه. فطبعا احنا بنحب جدا نصور لكم، ولكن احنا كنا بناخد بريك الفتره اللي فاتت شويه صغيرين. ده غير ان انا اول ما خدت الاجازه جالي برد مباشره بعديها، فانا اصلا لسه تاثير البرد باين عليا. النهارده قلنا ناخدكم معانا كده في يومنا نشارككم، بما ان بقالنا كتير قوي ما صورنا لكوش. ويا جماعه معلش هتستحملوني الفيديو ده عشان البريسز مش الطف حاجه المره دي. انا عامله اللون ده والدكتور شايل لي واحده من هنا، وفي واحده لسه باللون القديم بيبي بلو، فالدنيا متلخبطه النهارده، بس انتوا هتستحملوني اكيد. انا مش مستحمله بس انتوا استحملوني. النهارده الاضاءه مختلفه واحنا بنفطر، لان احنا قاعدين قدام الشباك دايركت، فده اضاءه الشباك، ده اضاءه دي عايزه اقول ده ودي اضاءه الشباك. كده الفطار جاهز. ده الفطار المفضل بالنسبه لي بجد، تحفه، لازم تجربوه. لازم تجربوا بجد، الميكس ده في الساندوتش خطير خطير خطير. خطير والله. انا عارفه ان انا اول لما هنزل الفيديو ده الناس هتقول لنا ايه ده، احنا بدأنا دروس ومنزلين متاخر قوي ومش عارفه ايه. طبعا انا وايه دايما كل اجازه بنقول لكم ان يا جماعه الاجازه دي قصيره قوي، فلازم ان احنا ناخدها كلها كده بريك على بعضها، ونبتدي دروس يعني مع بدايه الدراسه او قبل بدايه الدراسه بحاجه بسيطه. ايوه، لان اصلا نصايح بتتوجه لثالثه ثانوي شخصيا ان هم فعلا لازم ياخدوا اجازه نص السنه، فاحنا مش ثالثه ثانوي، ليه ما ناخدش اجازه؟ يعني تخيلوا ثالثه ثانوي بياخدوا اجازه نص السنه وانتوا لا، يعني لا يا جماعه، لا ما ينفعش كده. وكمان انا سامعه ان في البلدان العربيه بداوا الترم الثاني، فاحنا تقريبا نظام الدراسه غير بعض خالص. يعني لسه هم كانوا في الاجازه واحنا كنا في عز الامتحانات، او في الفتره اللي هي بتاعه المراجعات بتاعه الامتحانات دي. علشان كده في وقت الامتحانات بتاعتنا كانوا في البلدان العربيه التانية اللي لسه يعني كانوا مخلصين واخدين الاجازه، كانوا بيقولوا لنا وينكم، اشتقنا لكم، انتوا فين؟ فهم ما كانوش يعرفوا تقريبا ان احنا في امتحانات، لان هم كانوا في اجازه. وكمان كنا عايزين نصور لكم فلوجات في الامتحانات وكده، بس الدنيا كانت متلخبطه خالص، واحنا هم يعرفوا الدنيا كانت انا متلخبطه. هحكي لكم ايه اللي كان بيحصل. هو المفروض ان انا وهبه نمتحن من يوم 11 صح 11 من يوم 11 ليوم 16 كل يوم من غير اي انقطاع، واحنا الاثنين مع بعض، بس انا فتره صباحيه وهي فتره مسائيه. بمعنى ان انا بنزل امتحاني من 9 مثلا ل 11، هبه هتبدا امتحانها 12 ونص الظهر عايز في نفس اليوم لحد الساعه بقى على حسب بقى الساعه 2 الساعه 3 ساعات جت الساعه 5 في يوم، لان انا كان عندي مادتين. الاجواء كانت غريبه بجد، كانت اجواء فظيعه. يعني اليوم كان مشحون كله، ما كانش فيه دقيقه واحده انا باجي تروح هبه نازله تروح جايين على ما هبه تيجي اكون انا داخله بحضر نفسي عشان انام اصلا. في فعليا يوم انا راجعه فيه الساعه 5:15، فانا يعني اللي هو الليل ليل عليا في المدرسه، اول مره اشوف في المدرسه والليل بادئ يليل كده. ويوم راجعه الساعه 3:30، فهي مواعيد كانت غريبه جدا. وبعدين ايه كانت بتنام وانا لسه بسمي الله بشوف انا ورايا ايه هذاكره، انا ورايا امتحان ايه بكره. كنت بنام على الساعه 4 الفجر تقريبا. انا دي مش من عوايدي، يعني انا في العادي بنام عادي الساعه 10 واصحى الساعه 7 الصبح في الامتحانات يعني، بس ما عملتش كده خالص. المهم ان انتوا وحشتونا جدا جدا، وعايزينكم تقولوا لنا بقى عملتوا ايه في الامتحانات، ولو النتيجه بتاعتكم طلعت قولوا لنا انتوا عملتوا ايه وعملتوا ايه من ساعه ما الاجازه ابتدت. يعني احكوا لنا، احنا تقريبا لسه ما عملناش احنا بس فضلنا انا تعبت شويه، بعد كده فضلنا نروق في البيت حاجه بسيطه وبس.
احنا لسه بادئين حرفيا اول يوم اجازه بالنسبه لي هو النهارده، لاني ابتديت ان انا اخف شويه، والنهارده كمان خارجين، ففي حبه ترفيه يعني النهارده في اليوم. ان احنا طول الاجازه بصراحه ما كناش عايزين ننزل، ان هو يعني لسه كنا بننزل كل يوم وبتاع، فلما بنفوق كده بقى وخلاص نحس ان احنا استريحنا بنبتدي بقى ننزل او نخرج زي ما احنا عايزين. دلوقتي احنا هنكمل فطار وناخدكم معانا في بقيه اليوم. يلا. وحانت فقره الحيره، فقره طب ما لو كنت لبست كده كان هيبقى احسن، والله كنت هتزحلق، بس هو ان شاء الله كده كده انا هلبس ده، هذا التوب مع هذا الشال. ولكن انا محتاره بصراحه في البنطلون، فانا كنت بفكر البس عليهم البنطلون ده، فمش عارفه بصراحه، حسيت ان انا مش مقتنعه، حسيت مش مقتنعه، هي بتبص لي البصه اللي هي ايه ماشي، وانا ببص لها البصه اللي هنجرب كده، فانا هجربه واشوف. والله يا جماعه حاساه حلو بجد. ماشي تعالي اوريهم يلا الاوتفيت بتاعي. والاوتفيت ده انا اللي اخترته لايه. هلبس البنطلون اللون ده عادي، هلبس البلوفر ده، والاوتفيت ده هيكتمل تارا. بصوا بقى لو انتوا مش فاهمين الربط، بصوا دي رمادي ودي رمادي مع اختلاف الدرجه سنه بس عادي، وده لبني على اساس ان البنطلون لبني والشوز ابيض او كوتشي ابيض، فانا حسيت ان هو هيبقى حلو. دلوقتي بقى هنلبس ونجهز وبعدين ننزل. مش عارفه والله هنزل ازاي بالبرد اللي عندي ده، بس اوكي عادي. لكن لما انزل الفيتامين سي جيل، الفيتامين سي جيل يا جماعه. احنا كنا صاحيين الصبح وكانت الشمس طالعه وكده، دلوقتي انا حاسه ان الدنيا هتمطر، فهي لو مطرت علينا يبقى خير وبركه. كانت بتمطر كانت بتمطر بالليل. انا كنت لسه والله العظيم بقول في دماغي وبس، ما قلتش لايه، يعني دي حاجه اول مره تعرفها. سالت نفسي كده قلت ايه ده، هو فين الشتاء؟ الدنيا ما بتمطرش ليه؟ كله كاتب على فيسبوك اصلا ان عدى شوفي قد ايه من اول شهر في السنه، اللي هو بيبقى اسقع شهر في السنه، ساقعه جدا، ومحدش شم ريحه مطر. راحت الدنيا مطرت بالليل. اصل انا ما بفتحش الفيسبوك الصراحه، فما شفتش انا الاخبار دي. انا بسال كده نفسي، كنت بتشاور مع عقلي. طب يلا هنلبس بقى ونتشاور ونرجع لكم. وكده احنا خلصنا لبس ده كده الشكل، ولسه برضه هنوريكم الاوتفيت كله بره. قولوا لنا ايه رايكم. دلوقتي احنا نازلين وصاحبتنا مستنيانا، فهننزل دلوقتي وهنبتدي الخروجه مع بعض وهناخدكم معانا. قابلنا مين؟ بصوا قابلنا مين، عرفوهم عليكم. انا يارا، سلمى، تالا. وقابلنا سلمى ويارا وتالا، ودول من متابعينا واحنا بجد بنحبكم جدا، وانا اتبسطت جدا ان احنا شفناكم. والنهارده هناكل من وهمي، فروحنا عند وهمي وبجد الدنيا كانت زحمه جدا. اخيرا طلبنا الاوردر رقمنا 290. وريهم يا جماعه، هو فين الريسيت؟ 290. احنا طلعنا ما كناش هنعرف نقف تاني. 290 فين ده؟ في 200 حاجه و40 حاجه و50 حاجه و50. ارقام عندنا بايظه يعني. ايوه من اللي طلبت وقفت بكل ثقه وقالت لا خلاص احنا نسيناه. عارفين كده زي ما لما بتطلعوا من الامتحان تنسوا والله ده كانها كانت داخله امتحان والله. ايوه والله بجد. لا وبتقول لك ايه، هو بيسالها عايزاه بجبنه ولا من غير جبنه، بتقول لك الامتحان فيه تريكات. وهنا اخيرا بعد طول انتظار اخيرا استلمنا الاوردر وكنا ماشيين. عنتر وعبله الابطال اللي طلبت الاوردر، اللي شالوا الاوردر، وانا ما عملتش حاجه والله. ودلوقتي هنقول لكم تقييمنا، هل بعد الزحمه دي كلها الاكل كان حلو ولا لا؟ الاجابه ان الاكل كان حلو، يعني مفيش اي حاجه عليها تعليق خالص، ولكن ممكن يعلوا الكواليتي بتاعه البيف بيكن شويه، ما عجبناش قوي الصراحه، بس اللحمه حلوه، الصوص والعيش كل حاجه بجد كانت حلوه. فهو العيش كان طري قوي، والكورن دي كان طعمها بجد حلو قوي، وكان فيه توابل حلوه على بطاطس، كل حاجه كانت حلوه بصراحه، واليوم كان حلو قوي والاكل كان حلو قوي. وطبعا احنا كنا في وهمي الفرع اللي في الكوربه، فما كانش فيه مكان ان احنا نقعد فيه، فعلشان كده احنا خدناه ورحنا في حديقه قريبه. وهنا وانا بجرب الاكل، البطاطس زي ما قلت لكم كانت حلوه قوي، وانا اساسا ما بحبش الذره، بس دي كان طعمها حلو كده ومميز، وكمان الساندوتش كان حلو قوي والحجم بتاعه كان حلو. فالحمد لله كلنا وخلصنا، وطبعا فضلنا بقى قاعدين شويه وشربنا طبعا الكولا، وده كان منظر الحديقه اللي احنا قاعدين فيها. بصوا يا جماعه ايه بجد بتبصوا لي ازاي لما باجي اصور. فقره السقعه خلاص سقعنا، يبقى نروح بقى بيتنا خلاص. يلا ليتس جو. طبعا يا جماعه احنا جايبين اكل المصطفى، فعشان كده لسه في اكل برضه. ايوه ما ينفعش ان احنا ننزل وناكل وما نجيبلوش. الفقره المفضله جيت ان ريدي ويز اس، عشان احنا اتنين، وكمان عايزين يعني نهتم شويه ببشرتنا، نحط اي حاجه، لان طول فتره الامتحانات دي كانت يعني ما كناش بنعمل حاجه. ده كده الميك اب اللي احنا جينا بيه، هو اصلا كان سيمبل ورجعنا بيه زي ما هو. واحنا بنحب طبعا نمسح الميك اب الاول، بعد كده نغسل وشنا، فبيسهل علينا قوي واحنا بنغسل وشنا، بنحس ان هو اصلا خلاص الميك اب اتشال.
واحلى حاجه كمان ان المايسيلر ووتر مش بتحرق العين على عكس الغسول، يعني لو فضلتوا تمسحوا بيه الميك اب اللي في عينيكم ممكن يحرقكم، انما دي مش بتحرق خالص، فعلشان كده احنا بنحبها جدا. وهنا بعد ما غسلنا وشنا وتوضينا وصلينا الصلوات اللي كانت فايتانا واحنا بره، وهنعمل بقى سكين كير خفيف كده. فاول حاجه حطينا شيت ماسك، ده بنحس ان هو يعني بيرطب لنا بشرتنا كده بعد ما اهلكنا بشرتنا اليوم كله، وبنحطه وبنسيبه مثلا ربع ساعه او تلت ساعه على حسب عادي، وبعدين بنشيله. طبعا هو هنا باين ان احنا حطيناه وشلناه في نفس الثانيه، بس اكيد لا يا جماعه، وبيدي بجد كده ترطيب حلو قوي للبشره. وبعدين بنحط بقى سيرم، علشان السيرم برده بيحافظ على البشره مترطبه، وده كمان من ديسار فيه فيتامين سي فبيفتح. بعد السيرم بنرطب بشرتنا، وآية بتستخدم موندو علشان هي بشرتها عاديه، انما انا بستخدم ميلانسينول جل عشان انا بشرتي دهنيه فبيكون خفيف على بشرتي. واخر خطوه بنعملها هي ترطيب الشفايف. ايه هتستخدم الليب بالم دي من اماندا، وانا هستخدم كير اند مور ده فازلين بس بريحه جوز الهند. كده سيمبل سكين كير خلص، حاجه بسيطه جدا، ما عملناش حاجات كتيره، بس اهتمينا شويه. اهم حاجه يا جماعه في السكين كير نعمله بعد العشاء علشان ما نرجعش تاني نروح نتوضى ونغسل كل الحاجات اللي احنا حطيناها. كمان انا عايزه اقول لكم على حاجه افتكرتها، قرينا كومنت كان عايز يشوف صور البطاقه بتاعتنا. طبعا انتوا عايزين تشوفوا، عايزين تشوفوا عشان تشوفوا العنوان وتيجوا تحت البيت وتعملوا هنا ايه؟ حبيبتي افتح شباك انا جيت، انا واقف تحت البيت مش هعمل زيطه وسيت وحشتيني. يلا تقولوا لي وانتي وهبه حاطين البطاقات بتاعتكم في نفس البوك. هقول لكم النهارده لما احنا كنا نازلين هبه قالت لي لا انا عايزه امشي فري ومن غير شنطه وبتاع، فهو خدنا شنطه واحده فيها جبنا فلوسنا احنا الاثنين وبطاقتنا احنا الاثنين، بس ده النهارده عشان لما يمسكوني لو انا شايله بطاقه اختي يقولوا لي انت عامله انتحال شخصيه. انتحال؟ انا اللي كنت ماسكه الشنطه، انا اللي هنتحل، يبقى هي منتحله شخصيتي. هو في انتحال شخصيه طبعا اظن واضح مين ايه مين هي، بس حرفيا احنا متصورين كمان بنصور صوره يعني ما هي صوره البطاقه فعلا. دي هبه ودي ايه، كنا صغيرين يعني. انا متصوره دي وانا في ثالثه اعدادي، دلوقتي انا في ثانيه ثانوي، ففي غلطات كتيره المفروض ما كنتش عملتها دلوقتي. بس اكتر حاجه انا بكرهها بصراحه ان هنا ده مش جاي في النص، يعني المفروض الهودي ده كده يبقى هنا كده الحته دي في النص، وانا في حته من شعري اللي على ناحيه اليمين دي جايه كده على عينيا والثانيه راجعه لورا، مش عارفه احنا هنجددهم امتى؟ عارفين احنا باذن الله لما نروح نجددهم المره الجايه ناخدكم بقى معانا ونوريكم ميك اب البطاقه كمان ان شاء الله. وبقالنا فتره بنشوف على التيك توك وصفه محشي البصل، وبجد نفسنا نجربها جدا جدا، وانتوا ما تتخضوش من ان هي اسمها محشي بصل، هي بجد بعد ما جربناها لقينا هي خفيفه خالص، يعني مش تقيله ان احنا هناكل بالليل محشي بصل، فهتنفع لجوع اخر الليل زي حالتنا كده دلوقتي. طبعا ده يا جماعه كان يعني بعد شويه من السكين كير ولما روحنا. فاول حاجه جبنا بصل وقطعته كده بالطريقه دي عشان يفصل كل ورقه عن التانية، وسلقناه لمده 8 دقايق. عشان نعمل الحشوه هنحتاج لرز مصري مغسول وطماطم متقطعه وبصل متقطع وتوم وكزبره وشبت وبقدونس وفلفل حراق، لو مش بتحبوا الحاجه الحراقه ما تحطوش فلفل حراق، وحطيناهم بقى على الرز. ودلوقتي هنعصر عليهم ليمونه، وهنا بيبدا يظهر الاختلاف بين المحشي ده والمحشي العادي اللي احنا بنعمله. وبعدين حطينا معلقه صلصه طماطم او اللي هو معجون الطماطم، وبعدين هنحط البهارات، بهارات عادي مشكله وفلفل اسود وبابريكا وشطه، وهنحط كمان زيت وملح بقى طبعا حسب الرغبه عادي. والمكون الاساسي في الوصفه هو دبس الرمان، بجد بيديها لذاذه كده وحموضه، فلازم تحطوه بجد بيفرق قوي. هنقلب بقى كل المكونات مع بعض لحد ما يبقى خليط كده متجانس وكل المكونات تدخل في بعض، وهي دي الخلطه اللي احنا هنحشي بيها البصل. وبعد ما البصل استوى على النار لمده 8 دقايق بس زي ما قلنا لكم علشان ما يبقاش مستوي قوي. وهنا بوريكم ان هو بقى بسهوله عادي بيتفصل عن بعضه وبتبقى كل ورقه لوحدها، فدي الخطوه اللي احنا عايزينها يعني. دلوقتي بقى هنبتدي ان احنا نحشي، فهنفصل كده كل ورقه بصل عن التانية، وبعدين هنحط فيها الرز. وجهزنا الصينيه حطينا فيها بطاطس من تحت، وبجد يا جماعه البطاطس دي اهم من البصل نفسه. حطينا بقى هنا كده الحشو، وبعدين بنلف البصل كده، وبجد لفه من اسهل ما يكون، يعني مش يعني لو حد مش بيعرف يعمل محشي اساسا هيعمله بسهوله جدا، مش محتاجين ان انتوا تكونوا بتعرفوا ازاي تلفوا المحشي، يعني هو سهل جدا. فدلوقتي بقى بنحطه كده في الصينيه، وهنكمل بقى حشو ولف لحد ما الكميه اللي احنا عاملينها تخلص. وعلى فكره هو ما خدش معانا وقت خالص، فتقدروا تعملوا منه كميه كبيره وانتم مستريحين، مش هياخد معاكم وقت خالص. وفي كمان مكون احنا نسينا نحطه، هو النعناع مع التوابل، فانتوا ابقوا حطوا نعناع، يعني احنا حطيناه في النص كده، ففي شويه بصلات اتحشوا بنعناع وشويه لا. المهم دلوقتي بقى جبنا ميه سخنه وحطينا فيها مرق الدجاج وصلصه وليمون ودبس رمان ونفس البهارات اللي احنا حطيناها في الاول، ودي اللي احنا هنحطها على المحشي علشان يغلي فيها بقى ويستوي.
فاحنا هنا بنزود طبعا شطه، وباين قوي مين اللي بيحط شطه يا جماعه. انا اللي بحط شطه، انا هبه، لاني مش بحب الشطه فحطيت رشه كده صغننه قوي. وايه طبعا هي اللي حطت قرون الفلفل على الوش. وحطينا على المرقه كمان حوالي 3 أو 4 معالق كبار كده زيت. وعايزاكم تشوفوا منظر اللوحه الفنيه بعد بقى ما حطينا المرقه دي على البصل وسبناه كده يستوي. انتوا اول لما بيغلي على طول بتوطوا النار وبتسيبوه حوالي ساعه كده على النار، وبعدين بعد ما بيستوي حطوه في الفرن بس ياخد لون من على الوش، ودي خطوه اختياريه. ودلوقتي هندوق، والقعده المفضله والفقره المفضله والمحببه الى قلوبنا وقلوبكم وقلوب كل الناس، فقره التذوق. ده المنظر، طبعا المنظر في الحقيقه احلى 7000 مره. المهم الطعم. بصوا التغريف لي الاول فيري جنتل على فكره. واو بجد، لا وريهم بجد ان كل واحد متفرد بنفسه. بصوا تحفه 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 من قبل ما ادوق. يعني ما جبناش ليمون، ده مش هينفع. اكسترا دبس رمان، اكسترا دبس رمان وليمون. انا حاسه ان البطاطس اللي تحت دي قطع من البتاع نفسه. وبصوا هي دايبه، انا مش عارفه امسكها. مش تعالي ندوق البطاطس. بسم الله. ده ودي البطاطس. امال الوصفه ايه؟ على فكره في كمان حاجه اكتر من محشي البصل. قطعه بانيه صغيره لكل منا، مش كبيره قوي يعني. انا ساعات ما بوافقش على ايه بتعمله ده، بس لا امال يعني ناكل كده بس من غير بروتين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هنهزر بقى، هنهزر. لا تاني هو تاني بجد. الحاجات اللي بتفاجئنا بيها. بجد لو مش عارفين تاكلوا ايه بالليل كده جوع اخر الليل، ده لازم تعملوه. اول حاجه لو حد كبير بيتفرج علينا، ده دخلوه في العزومات، دخلوه لما حد يجيلكوا. بجد هو طعمه تحفه. يعني احنا كمصريين ما عندناش ثقافه ان احنا نحشي البصل، بس هو بجد خطير والله، لا يقل حلاوه عن المحشي العادي. يمكن كمان هو احلى من المحشي العادي. دي كلمه صعبه قوي يا هبه. احنا محتاجين بقى نطلع ندوقهم من الكلام ده. لا احنا مش هندوقهم بجد، ناكله كله. انا حاسه انه بجد بلاش ندوقهم، يعني احنا ناكله. اكيد مش بجد. بنهزر يا جماعه، بنهزر. كله الا الاسره برضو. انا الفلفل ده بتاعي. بصوا الفلفل بيتاكل بالقرن كده اهو، مش حراق قوي يا جماعه. هبه انت عارفه ان هو حتى لو حراق قوي انا هاكله كده برضه. بتحاول تقلل من مواهبي. ما اقصدش، عشان الناس بتخاف علينا هتقولك غلط وكده، فانا بقول لهم يعني بطمنهم. مسكر. دلوقتي احنا هنكمل اكل، وطبعا هندوق اسرتنا لان مش هنقدر ناكل كل ده، وغير ان احنا مش هنقدر ناكل كل ده هو خطير، فهم لازم يدوق. فهنكمل اكل بقى، وبجد لازم لو جربتوا الوصفه دي تقولوا لنا طعمها عامل ازاي معاكم. وبجد بقالي فتره كبيره قوي نفسي اوصل لمرحله السلام النفسي، ان انا اقعد كده واعمل مشروبي المفضل اللي هو شاي بلبن، وامسك الكتاب بتاعي واقعد اقرا فيه وانا بشرب مشروبي المفضل. وبجد مفيش راحه وسكينه اكتر من كده. فقعدت اقرا شويه في الكتاب، وانا مش هكدب عليكم وهي بتقرا انا كنت قاعده على الموبايل عادي جدا، بس ما حسيتش ان ده انجاز يعني ان انا اصوره. انما هبه لا ما شاء الله عليها قاعده تقرا كتاب. فانتوا اعملوا الحاجه اللي انتوا بتحبوها. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، نتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك للفيديو. وبس باي. وفي نهايه الفيديو حابين نشكركم على كل كومنتاتكم الجميله اللي انتوا كنتوا بتكتبوها لنا الفتره اللي فاتت كلها، وشكرا على دعمكم، واحنا بجد بنحبكم جدا جدا.